بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معادنا مع درس جديد من دروس الفيجوال بيزك، وهناخد ازاي نعمل باك اب لقاعدة بيانات SQL Server. هنبدأ مع بعض على طول عشان ما نضيعش وقتنا. هنفتح بروجكت جديد اهو، نبدأ من الأول خالص علشان الناس تتعلم من الأول خالص. هنفتح بروجكت جديد هنسميه باك اب تيست، وهنقول له اوكي، وهنا هنقول له create solution باك اب تيست. طيب كده البرنامج فتح معانا اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا نعمل اول حاجه هنعملها كونكشن، نعمل بوتون الاول. طبعا البرنامج مفيهوش كتير، احنا هنعمل بوتون مكتوب عليه باك اب بس عشان يعمل لنا الباك اب. طيب تعالوا اهو البوتون بقى كبير اهو خالص، ونسميه باك اب بسرعه. طيب طبعا احنا اتعلمنا ازاي نعمل جمله الكونكشن صح على الداتابيز. عشان نعيدها تاني، ولكن نخش الاول نشوف الداتابيز كده كويسه عشان نعمل لها جمله كونكشن عشان نقدر ناخد منها باك اب. طبعا في ناس كتيرة كلمتني على ان احنا نعمل برنامج، البرنامج يشتغل على اكتر من جهاز. هي الفكرة كلها بتتلخص في ان السيرفر بيكون على جهاز، وانا بكونكت على الجهاز اللي السيرفر عليه. هي الفكرة ان احنا بنغير جملة الكونكشن، دي الفكرة كلها، بس احنا هنعملها بالتفصيل ان شاء الله المحاضرة الجاية، ووعدكم انها هتكون قريبة ان شاء الله. بس تعالوا النهاردة نخلص الباك اب، نعمل باك اب، وبكره ناخد الريستور ان شاء الله. وان شاء الله بعد بكره هناخد ازاي نعمل كونكشن على اكتر من جهاز. طيب تعالوا نشوف كده قاعدة بيانات حلوة، خليها مثلا تيست 1 دي. دي التيست برضو فيها 2 ايتم وسيل. طيب تعالوا نعمل منها باك اب، دي تيست 1. طيب عشان منقعدش نكري قاعدة بيانات نضيع وقتنا ونعمل الكود، انا بشتغل بالبرنامج بتاعي لان تقريبا قربت انسى البرمجة منه يعني، بيعمل لي كل حاجة. فعشان مضيعلكوش وقتكم هناخد الكونكشن بسرعة. اختار السيرفر، اختار قاعدة البيانات تيست 1 اهي، واقول له اوكي، وعايز الكونكشن بيطلع لي الكونكشن. هاخد الكونكشن ده كوبي، واخش بقى على البرنامج بتاعي واحط الكونكشن. طبعا في مديول والقصة دي، بس طبعا ايه احنا مش هنحتاجها دلوقتي. هناخد طيب كده احنا عملنا الكونكشن خلاص اهو تمام وظبطنا الدنيا. تعالوا نعمل السب بتاع الباك اب. هنقول له public sub او sub وخلاص، احنا في نفس الصفحة. ونقول له باك اب ماشي. طيب تعالوا نشوف هنكتب ايه بقى. وهنكتب هنضم CMD طبعا، CMD as new SQL command طبعا. وبعدين نقول له ال SQL command، هنفتح قوس ونقول له الكوماند ده عبارة عن ايه. سهلة خالص اهي، باك اب داتابيز اسمها تيست 1 اللي احنا شغالين عليها، تو ديسك يساوي، واكتب الباص اللي عندي. طيب الباص اللي عندي ايه؟ تعالوا ناخد باص نحطه في الدي مثلا او في الاي. تعالوا ننزله على الدي عادي اهو، هنقول له دي، وناخد الباص بتاعنا بتاع الدي اهو، دي. وشوفوا بقى عايزين تسموه ايه الباك اب ده. هنخليه تيست 1 دوت باك، وهنقول له حاجة اسمها with init وفورمات. دي طبعا طريقة الفورمات أو شكل الباك اب اللي هو هياخده. الجملة بتتكتب بالطريقة دي، بس نسينا حاجة صغيرة، إن إحنا بنعمل العلامة دي قبل الباص، وطبعا كوما
كونكشن كون، ونقفل القوس وننفذ بقى الايه، ننفذ السي ام دي. هنفتح كونكشن اوبن، نفتح كونكشن دوت اوبن، وبعدين سي ام دي اكسكيوت، سي ام دي دوت اكسكيوت نون كويري، وبعدين كون ودوت كلوز، نقفل الكونكشن بتاعنا. طيب وناخد الباك اب دي طبعا هنحطها على ايه، على البوتون اللي احنا هنشتغل عليه، وهنقول له هنا تراي وكاتش، طبعا كاتش اند تراي، ونقول له هنا مسج مثلا اوكي مثلا اي حاجة، او تم اخذ قاعدة بيانات، او تم حفظ البيانات كده. طيب تعالوا نجرب بقى، طبعا ملوش لازمة، ونشوف هيحصل ايه بعد ما خلصنا. سهلة خالص الدنيا اهي. تعالوا نجرب ونشغل كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وندوس على البقرة. قال لي اوكي. تعالوا نخش على دي نشوف الدنيا فيها ايه. في حاجة بس عملناها غلط، هنمسح كده خالص. العلامة اللي احنا حطيناها غلط، هنحطها بدل ما هي بعد فورمات هنخليها بعد هنا باك اب، بعد الباك، عشان يطلع الصيغة صح. طيب تعالوا نجرب تاني معلش اهي، هندوس طلع لنا اوكي. تعالوا نشوف، هنلاقي تيست باك اهو، هو دي قاعدة البيانات بتاعتنا. كده يبقى احنا قدرنا نعمل باك اب لقاعدة البيانات. ان شاء الله المحاضرة الجاية هناخد الريستور، ان شاء الله المحاضرة اللي بعدها ناخد كيفية الاتصال بقاعدة البيانات من اكثر من جهاز. وربنا يعمل في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.